الاهلي والزمالك ان شاء الله بكره، ان شاء الله بمشيئه الله. النادي الاهلي ونادي الزمالك هيلعبوا بكره مباراه القمه، مباراه بقى يعني فاصله، مباراه بجد فاصله. يعني مباراه اللي هيكسبها يعني زي ما بيقولوا هيكسب الدوري، واللي هيخسرها هيخسر الدوري. فعلا مباراه جايه في ظروف للفريقين، لازم كل واحد يكسب، بالذات الاهلي. يعني الاهلي لازم يكسب. بالنسبه للتعادل ممكن نادي الزمالك التعادل يبقى ليه كويس لانه هيعطل الاهلي، فالتعادل بالنسبه لنادي الزمالك كويس جدا، لكن التعادل بالنسبه للاهلي وحش. الفوز بالنسبه للزمالك طبعا كويس، طبعا الاهلي ما عندوش غير الفوز. يعني الاهلي مفيش حاجه قدامه غير الفوز في الماتش الزمالك، وان شاء الله لازم تكسبوا. يعني انتوا لازم تكسبوا، ما فيهاش اي كلام. التعادل انا بصراحه مش هقبل بيه، انا ما اقبلش بالتعادل خالص قدام الزمالك. انتوا انزلوا اكسبهم، يعني ما فيهاش كلام ولا فيها فصال ولا فيها اي حاجه. واعتقد ان الماتش ده يمكن 50-50، يعني اعتقد كده بصراحه، لان الاهلي وحش، الاهلي سيء جدا. يعني بصراحه الاهلي سيء والزمالك كمان سيء. يعني الزمالك في مباريات عملها كويس، ومباريات كان وحش فيها، ولكن الاثنين سيئين. فانا شايف ان الماتش 50-50، مفيش اي حد هيبقى عالي عن التاني. يمكن اللي هيفرق بقى في الملعب، بقى في الملعب هيبقى حاجة تانية بقى، هتبقى تحددها بقى مستوى اللعيبة في الملعب، حالة اللعيبة في اليوم دوت، ده اللي هيفرق. ظروف الماتش برضو هتفرق، يعني مثلا جت ضربة ثابتة، جه كورنر، ده هيفرق قوي في الماتش. يعني مثلا لو جه مثلا جون مثلا من كورنر مثلا في اول الماتش من كورنر، ممكن الماتش بقى يتقلب، ممكن الماتش يتقلب. فممكن كورة تقلب الماتش، ممكن خطأ مثلا دفاعي يقلب الماتش. فهنشوف بقى ايه اللي هيحصل، لان الماتش دوت هيبقى من اهم الماتشات للفريقين في طريقهم للدوري. يعني الماتش ده فعلا مهم جدا، والنادي الاهلي ان شاء الله طبعا يكسبه بقيادة الكابتن الاسطورة كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب طبعا يعني النجم الكبير، النجم بتاعنا واسطورة النادي الاهلي. ان شاء الله نكسب، ويا ريت بقى اللعيبه تركز عشان ما فيهاش هزار، واللعيبه تلعب كده وتهدى. ان شاء الله نكسب، ان شاء الله باذن الله اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو تاني. سلام.